السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم غادي نغوصوا في واحد من اصعب الملفات اللي هزات العاصمه الاقتصاديه هاد الايام. ملف كيبدا بضحكه ووعد بالزواج وكيسالي بالدم وحصار وجثه وسط محل تجاري ديال كاش بليس. القضيه ديال كاش بليس في حي مولاي رشيد اللي بانت في الاول بحال شي صراع عادي بين واحد المشغل والسيده اللي خدامه عنده، ولكن التحقيقات والمستجدات الصادمه كشفت لنا على وجه اخر للجريمه، وجه فيه الخيانه، الغيره القاتله. وجدوا راسكم حيت هادشي اللي غادي تسمعوا اليوم كيخرج من النطاق ديال العقل وكيدخل في عالم ديال واحد الوحشيه اللي شفناها في هاد كاش بليس. باش نفهموا شنو وقع في ذاك الصباح الكحل اخواني اخواتي، خاصنا نرجعوا لشهور قبل. الحكايه بدات عند واحد الباترون خمسيني راجل شبعان تجربه كيسير وكاله تحويل الاموال. هاد السيد ما كانش كيشوف في المستخدمه اللي معاه شابه في العمر ديالها 29 سنه، ما كانش كتبان ليه غير موظفه عاديه كتحسب ليه الفلوس، كان كيشوف فيها المستقبل ديالو، ربما الزوجه ديالو وشريكه الحياه. الثقه ديالو فيها وصلت لدرجه الجنون. سجل المحل التجاري في سميته كدليل على المعقول وحسن النيه، وهذا هو المستجد اللي كان صادم اخواني اخواتي. يعني العلاقه بيناتهم ما كانتش علاقه ديال مشغل ومشغله، عنده كان كيبني قصر من الاحلام وما عارفش باللي الاساس كان مبني على الرمل وكان خاوي اخواني اخواتي. ولكن كيف كنعرفوا في عالم ديال هاد الجرائم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الباترون بدا كيتحرك فيه الغريزه ديال الشك. لاحظ باللي الخطيبه المفترضه بدات كتبرد من الجهه ديالو. هنا تحول هذا الراجل مراقب ومترصد، بدا كيحاول يدخل في الخبايا ديال هادشي، بدا كيراقب التليفون ديالها، كيحاول يراقبها فين كتمشي، مع من كتمشي، القهاوي اللي كترصاد ليهم. والتحقيقات كتقول باللي الصدمه كانت قويه. اكتشف باللي الشابه عندها علاقه بشخص اخر شاب صغر منه، وباللي كانت ناويه تخوي بيه وتخوي بالوعد اللي عطاتو ليه وتزوج بغيره. تخيلوا معايا هذا الخليط، راجل حاس براسو تشمت عاطفيا وماديا، بانوا ليه ممتلكات ديالو، العقار اللي تسجل في سميتها غادي يمشي لشخص اخر. اخواني اخواتي، اليوم ديال الثلاثاء الاسود بالنسبه العائله ديال هذا الضحيه. الباترون دخل الوكاله وهو حامل معاه قرار نهائي، يا تكوني ديالي يا ما تكوني ديال حتى شي واحد. هذا هو الشعار اللي دخل به. دخل المحل وبكل بروده دم سد الباب بالساروت من الداخل. هاد السده كانت هي الحكم بالاعدام على هاد السيده داخل الوكاله. بدات المواجهات اخواني اخواتي والصراخ والغوات. السيده كتحاول انها طلب النجدة، وبقاو كيسمعوا الناس الاتهامات بالخيانة والغدر. الجيران سمعوا القربالة، ولكن حتى واحد ما قدر يتدخل حيت الباب كان مسدود بإحكام. هذا الاحتجاز كيبين باللي الجاني كان راسم كل شيء، باغي ينهي القصة بعيدا على العيون ديال الناس. فاش كتعمى البصيرة كيغيب العقل وكينطق السلاح. الباترون جبد السلاح الأبيض وبدا كيفرغ الغيل ديالو في الضحية. طعنات غادرة إخواني أخواتي في الجسم اللي كان ضعيف وضعيف. الجسم ديال الفتاة ما قدرش يدافع على راسو. برا المحل كانت الشرطة بكل تلاوينها، يعني قضائية وتقنية وعلمية، كتحاول أنها تقتحم المكان. 3 ديال السوايع من الحصار والتوتر، وفاش تمكنوا أخيرا أنهم يفرقعوا الباب ويفرعوه، كان المشهد كيشبه الأفلام ديال الرعب. الشابة بجثة هامدة وسط المحل اللي كان كيحلم يكون عش ديال الزوجية، والجاني غارق في الدم ديالو حداها بعد ما حاول ينتحر من بعد ما فاق من الهستيريا ديالو. النهاية اخواني اخواتي كانت مأساوية بكل المقاييس. الضحية مشات عند الله في مقتبل العمر، والجاني تم النقل ديالو للمستشفى تحت حراسة طبية مشددة. دابا العدالة خدات المجرى ديالها، والتحقيقات اللي كتشرف عليها النيابة العامة غادية في اتجاه التهم ثقيلة: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز. كاين كلام كيروج حتى على أن الجاني كان طلق مراته الأولى على قبل هاد الشابة، وهذا كيزيد يعقد الدوافع النفسية لهاد الجريمة اللي هزات حي مولاي رشيد والمغرب كامل. غادي نوافيكم مستجدات تهي صادمة في الفيديو القادم، فتبعوا معنا وديروا اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.